صرخت من أعماق قلبها ومعتصما، فما كان من المعتصم إلا أن انتفض قلبه غيرة وفاضت نفسه حمية فصاح لبيك يا أخت الإسلام. ثم كتب إلى ملك الروم رسالة فيها تهديد ووعيد جاء فيها من المعتصم بالله أمير المؤمنين إلى كلب الروم: قد بلغني ما نزل بالمرأة المسلمة التي أهنتموها وهي تناشدني، وما بلغني ذلك إلا وقد أعددت لك جيشا أوله عندك وآخره عندي، فإن أتيت وإلا أتيت. والسلام على من اتبع الهدى. فجهز المعتصم جيشا عظيما وخرج بنفسه على رأسه. صرخة حرة أحيت أمة في زمن الخلافة العباسية وفي عهد الخليفة المعتصم بالله بن هارون الرشيد، وذلك في أوائل القرن الثالث الهجري. كان العز ما زال في الأمة باقيا، والمهابة من خلفاء المسلمين لا تزال تزلزل عروش الكفار. وذات يوم أغار بعض الروم على بلدة إسلامية تقع في ثغور الشام، فقتلوا ونهبوا وأسروا النساء والأطفال ومزقوا الحرمات. وكان من بين الأسارى امرأة مسلمة سحلت وأهينت، فرفعت بصرها إلى السماء وصرخت من أعماق قلبها ومعتصما. فبلغ الخبر الخليفة في بغداد، فأخبر بأن امرأة مسلمة صرخت ومعتصما وهي تسحل في بلاد الروم. فما كان من المعتصم إلا أن انتفض قلبه غيرة وفاضت نفسه حمية فصاح لبيك يا أخت الإسلام. ثم كتب إلى ملك الروم رسالة فيها تهديد ووعيد جاء فيها من المعتصم بالله أمير المؤمنين إلى كلب الروم: قد بلغني ما نزل بالمرأة المسلمة التي أهنتموها وهي تناشدني، وما بلغني ذلك إلا وقد أعددت لك جيشا أوله عندك وآخره عندي، فإن أتيت وإلا أتيت. والسلام على من اتبع الهدى. فجهز المعتصم جيشا عظيما وخرج بنفسه على رأسه حتى وصل إلى مدينة عمورية، كانت من أعظم حصون الروم وأشدها تحصينا، فحاصرها ثم فتحها بعد قتال شديد في شهر رمضان المبارك سنة 23 و200 للهجرة، وأطلق الأسرى ورد الكرامة للأمة، فدخل بذلك التاريخ من أوسع أبوابه. وقصتها معتصمة، ولكن لا يعلم لهذه القصة إسناد صحيح. وأما قصة الفتح لهذه المدينة عمورية فنعم داس عليهم المعتصم، وكان المعتصم ممن عذب الإمام أحمد رحمه الله، ولكن لما كان يذكر له من هذه المعركة العظيمة كان يتوقف عن الدعاء عليه، فرضي الله عن الإمام أحمد.